السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نسهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. ارتياح للخدمات الاجتماعية في مديرية حقات. جهود لتطوير الخدمات الصحية في إنجل. تأهيل المرأة الراعية يحسن معيشتها في صنعاء. معطل وخطف الجنود خلال الشباكات مع مسلحين الشمال الشرقي نيجيريا. ميركل تحذر من شروط لا يمكن القبول بها لاتفاق ما بعد بريكسيت. ورقم قياسي جديد لحرارة الأرض في شهر نوفمبر. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أوضح سكان مديرية حقات أن جهود نشر وتطوير الخدمات الاجتماعية حققت نتائج مرضية. وأوضح السكان أن إرساء الخدمات الاجتماعية في المديرية مكنهم من الاستفادة منها عن قرب، مؤكدين المساعدة لديمومتها. ويشير تقارير إدارة المديرية إلى وجود 37 مؤسسة تعليمية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، و9 مؤسسات صحية بينها مستشفى عمومي وعدد كبير من مشاريع مياه الشرب وخدمات الكهرباء والهاتف النقال وطرق ترابية تربط القرى، 11 سدا وحفيرا، وكذلك مدرسة داخلية. وذكر السكان بالرغم من الجهود الجارية لحل نقص المياه في بعض المناطق لانخفاض المياه الجوفية، إلا أن العمل يحتاج إلى استثمار فعال، مؤكدين المساهمة في البرامج الموضوعة لبناء وصيانة غرف انتظار الحوامل والأمهات حادثات الولادة. وأشار إلى عملهم لتنمية منطقتهم وحل نواقصهم حسب المستطاع، وأن نفير سكان ضواحي قلاس وعد أري والشباق وعد عمر لإصلاح طريق حقات عد عمر يأتي في إطار هذا الجهود. ويقطن مديرية حقات نحو 60,000 نسمة، وهي من المديريات التسعة لإقليم عنسبة. أفاد مسؤول عيادة إنجل بمديرية قلعلو الممرض علي رمضان أن الجهود تبذل لتطوير العيادة بهدف تقديمها خدمات جيدة للمواطنين عامة والأمهات خاصة. وقال إن العاملين في العيادة يزورون القرى البعيدة لتقديم الخدمات والتوعية الصحية، والذي ساعد لخفض الأمراض المعدية ووفيات الأمهات والأطفال. وأكد المواطنون بأن الخدمات الفعالة والتوعية الصحية المكثفة جعلتهم يتركون الأدوية الشعبية وساهمت في تأمين حياتهم وصحتهم. وتقدم عيادة إنجل خدمات رعاية الأمومة والطفولة والتحاليل الطوعية للدم والتطعيم، إضافة إلى معاينة المرضى. ويزاول سكان إنجل صيد الأسماك والرعي والزراعة. أعربت المرأة الراعية التي تم تأهيلها بالماشية في مديرية صنعاء عن ارتياحها للعون الذي حصلت عليه لتحسين حياتها المعيشية. وقد أهل مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية 19 أسرة محتاجة بالماشية بقيمة 10,000 نقفة لكل منها. وأشادت الأسر التي ترعى المعاقين والأيتام بالدعم الحكومي الذي مكنها من تحسين حياتها المعيشية وتعليم أبنائها. وذكر مسؤول المكتب السيد جبريل كحساي تقديم الدعم المالي أيضا ل30 من أعضاء جمعية بدها الحاملين لفيروس المناعة المكتسبة HIV في إطار الجهود الحكومية لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، داعيا للاستفادة الجيدة من الدعم. وأشار مسؤول الرعاية الاجتماعية في المديرية السيد هدسي طعمة أن الدعم الحكومي لتحسين حياة الأسر المحتاجة يحقق نتائج مرضية، مشددا بأن إعانة المحتاجين عملية تتطلب مشاركة كافة قطاعات المجتمع. ودعا إدارة الضواحي القيام بدراسات دقيقة للتعرف عن المحتاجين في ضواحيهم وتقديمها للمكتب. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا.
على الصعيد العالمي، أعلنت مصادر أمنية في نيجيريا مقتل 10 جنود نيجيريين واختطاف آخر كرهينة، وذلك خلال الاشتباكات مع مسلحين في ولاية بورنو شمال شرق البلاد. وذكرت المصادر الأمنية حسب ما ذكر الراديو أفريقيا واحد أن الاشتباكات اندلعت عندما هاجمت مجموعة من الجنود معسكرا لمقاتلي تنظيم داعش في غرب إفريقيا في قرية ألاغارنو في منطقة دامبوا، موضحة أنها كانت معركة ضارية وأوقعت خسائر جسيمة في صفوف الإرهابيين الذين تمكنوا من السيطرة على الجنود فيما بعد. وأضاف المصادر أن الإرهابيين استولوا على 4 سيارات بينها شاحنة ومدرعة. يذكر أن قرية ألاغارنو تقع على بعد 150 كيلومترا من العاصمة الإقليمية مايداغوري، وتعد معقلا لإسواب، والذي كثف مؤخرا هجماته على المدنيين، مما أسفر عن معطل وخطف عدد من المواطنين على الطرق السريعة ونهب القرى للحصول على الإمدادات. رأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن قمة فرصة بعد التوصل إلى اتفاق بشأن مرحلة ما بعد بريكسيت بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. ونبهت المستشارة الألمانية التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية السنة إلى أن أي اتفاق يجب أن يحافظ على وحدة السوق الداخلية للاتحاد. لكن ميركل حذرت قائلة: نستمر بالعمل إلا أننا مستعدون لمواجهة شروط لا يمكننا القبول بها. ويلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين في بروكسل عشية قمة أوروبية في محاولة لإخراج مفاوضات مرحلة ما بعد بريكسيت من الطريق المسدود. توصل خبراء خدمة كوبرنيكوس لتغيير المناخ بعد تحليل درجات حرارة الهواء وسطح الأرض إلى أن شهر نوفمبر 2020 كان الأكثر سخونة في أوروبا على مدى سنوات المتابعة. ويفيد الخبراء بأن درجة الحرارة في شهر نوفمبر المنصرم كانت أعلى بمقدار 0.8 درجة مئوية من درجة الحرارة المسجلة عام 2008 و2010، وأعلى بمقدار 0.1 درجة مئوية من الرقم القياسي المسجل سابقا. كذلك أشار الموقع إلى أن الخريف في أوروبا كان أسخن بمقدار 1.9 درجة من المتوسط العام، وبمقدار 0.4 درجة من خريف عام 2006 الذي كان يعتبر الأكثر سخونة. ووفقا للخبراء هذه البيانات تتفق مع اتجاه الاحترار على المدى الطويل. وتأتي هذه السجلات في عام وصل فيه الجليد البحري في القطب الشمالي إلى مستوى قياسي منخفض بسبب ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن الاحتباس الحراري. أعلن مكتب رئيس وزراء ولاية أندرا براديس الواقعة جنوب الهند أن التسميم بالرصاص والنيكل قد يكون سبب تفشي المرض الغامض في المنطقة، حيث اكتشفت آثارها في الماء والحليب. ومن أعراض المرض الغامض الدوار ونوبات الصرع التي تستمر من 3 إلى 5 دقائق، والغيبوبة المفاجئة، وفقدان الذاكرة خلال 1 دقائق، والصداع. ووفقا للمكتب يجري معهد التكنولوجيا الكيميائية بالتعاون مع معاهدة هندية أخرى دراسة إضافية يتوقع ظهور نتائجها قريبا. ووفقا لبيانات السلطات المحلية بلغ عدد المصابين بالمرض الغامض 505 أشخاص، تعافى منهم أكثر من 370 ولا يزال 120 في المستشفيات، ونقلت 19 إلى مستشفيات المدن الرئيسية للحصول على رعاية طبية شاملة. انتهت النشرة. هذه تحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.